انت اول مره تشوفيني على القناه. انا حبيت ان اتطوع، مش اتطوع يعني او افرض نفسي عليكم، لا. احنا قلت اطلع مع حبايبي واصدقاء الصفحه، اتكلم معاكم وافضفض شويه من اللي انا الغلب اللي انا كنت فيه بصراحه، والخنقه اللي انا فيها. انا واحده دلوقتي عندي 60 سنه. طب 60 سنه لابسه طاير. عايز حلو. ايوه، ايه ها؟ المشكله يعني؟ البتاع ده ضايق عينيكي؟ لا، انا واحده دلوقتي عندي 60 سنه، فطبعا انا مش عارفه اعيش بصراحه. وكتر خير الشباب وكتر خير الناس في الحياه اللي احنا عايشينها دي. اعمل ايه؟ انا اجيب علاج ولا اجيب اكل ولا اجيب شرب ولا اسكن كمان؟ اجيب منين؟ فانا قلت افضفض معاكم يعني. فطبعا ده ما يرضيش ربنا. ادعوا معايا ان ربنا يفك الكرب اللي احنا فيه. بس يا واد يا توتو، انتوا ايامكم ان شاء الله ربنا اللي يعلم بيها. وبندعي لاحفادنا وعيالنا الصغيرين وعيالنا الكبار ان ربنا يفك الكرب على الناس كلها بسبب الغلاء اللي احنا فيه. واولا وثانيا الغلاء ده مش من نفسه، لا، الغلاء ده من عملنا. لو احنا كلنا كويسين مع بعض وكل واحد بيحس بالتاني، ها، كان كل حاجه تبقى كويسه. عارف يا تيتا لو ما بطلتش، ها، هغلي عليك البطاطس، مش هتدوق البطاطس دي خالص. البطاطس ب 45 جنيه، طب تبقى يرضى مين؟ انا عايزه افهم يعني. كنا نقول اغلى ارخص حاجه البطاطس اللي بتبقى موجوده في البيوت كلها، ناكلها للعيل الصغير، ناكلها للعيل الكبير، حاجه تسد الجوع. دلوقتي اصبح مش موجود، ولو موجوده تلاقيها وحشه من جوه. طب نعمل ايه؟ قلنا دلوقتي بقت الحاجه مش عارفين نعملها. فاحنا يا ريت ندعي كده مع بعض ان ربنا يفك الكرب علينا في ليله مفترجه زي دي، ليله الجمعه كده. ربنا يتقبل كده ان ندعي نقول يا رب فك الكرب، يا رب فك الكرب وارفع البلاء والغلاء عننا يا رب. يا رب فك الكرب وارفع الغلاء عننا يا رب. يا رب وعين الناس كلها. فهمتني؟ وردوا ورايا وقولوا امين. ودلوقتي انا مش هقول لكم يعني نشر الفيديو او الساعه ان الناس كلها تسمعه، ها، بس انا قلت افضفض معاكم بصراحه يعني. انا بصراحه اتخنقت وجيت قلت اما افك شويه مع الناس الحلوه، الناس اللي يعني فاتحه يعني صدرها اللي تسمع، ها. وبعدين ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. انا من خنقتي انا بضحك، ها. بعد كل بالكم من الفيشه دي، معلش يعني.